فاكر مره وانا صغير وانا ماشي مع ماما رايح المدرسه، وطول ما انا ماشي جنبها حاسس ان انا رجلي مش مرتاحه، في حاجه غلط. ولما جيت اقول لها راحت بصت على رجلي قالت لي: ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ انت لابس الفردتين غلط، مبدل الفردتين ببعض. بس عموما احنا قربنا نوصل، فايه امشي بيهم كده وخلاص. بس الحقيقه ان المشكله ما كانتش في الموضوع ده. الحقيقه ان انا طول الطريق لغايه ما وصلنا وانا مركز مع الناس وحاسس وشايفهم ان هم كمان مركزين معايا وواخدين بالهم ان انا لابس الجزمه غلط. ولما اي حد يضحك فانا مقتنع من جوايا ان هو بيضحك عليا. فانا وقتها ما بقتش قادر اكمل الطريق، مش علشان رجلي وجعاني، ولكن انا دلوقتي مش قادر اكمل الطريق وانا اضحوكه في وسط الشارع والناس دي كلها. وطبعا امي في الوقت ده كانت عماله تقنعني انه يا ابني مفيش حد واخد باله اصلا، اللي بيضحك ده بيضحك على حاجه تانية مش عليك، هو اصلا مش شايف. وانا ولا الهوا مقتنع برضو ان اي حد بيضحك فهو بيضحك بسبب الهبل اللي انا عامله. ولما كبرت عرفت ان انا في اليوم ده كنت واقع تحت حاجه اسمها تاثير بقعه الضوء او السبوت لايت ايفكت. طيب ايه هو السبوت لايت ايفكت وازاي تتجنب انك تقع فيه؟ هحكي لك. السبوت لايت ايفكت او تاثير بقعه الضوء هو زي ما حكيت لك كده في الاول، وهو ظاهره نفسيه بتحس فيها انك دايما في بقعه ضوء متسلطه عليك، حاسس ان كل الناس مركزه معاك وانك محور الكون دلوقتي. بس انا عايز اقول لك الحقيقه ان محدش مهتم. مش قصدي اصدمك صدقني، بس هو فعلا محدش مهتم. كل واحد مركز مع نفسه ومركز مع بقعه الضوء الخاصه بيه، هو مركز مع مشاكله ومشاغله وازاي يبسط نفسه. فمحدش قاعد مستني يشوف حضرتك هتقوم تعمل ايه دلوقتي، او هتنجح في ايه، او هتفشل في ايه. ولو مش مصدقني هثبت لك. في سنه 2000 في عالم نفسي اسمه توماس جيلوفيتش جه هو ومجموعه من العلماء النفسيين زمايله وعملوا هذه التجربه المثيره. دخلوا على مجموعه طلاب قاعدين في مدرج، وجابوا مجموعه طلاب تانية خلوهم يلبسوا تيشيرتات عليها صور او كلمات محرجه او عليها اي حاجه تضحك عموما، ودخلوهم في المدرج اللي كان فيه باقي الطلاب. وكانت التيشيرتات دي عباره عن تيشيرت مطبوع عليه صوره مغني قديم اسمه باري مانيلو، وده كان مطرب قديم ومثير للجدل. فيعني وجوده في صوره على تيشيرت انت لابسه اكيد هتبقى حاجه ملفته للنظر. زي مثلا تخيل انك تبقى لابس تيشيرت وداخل بيه المحاضره وهو عليه صوره الفنان بعرور مثلا. المهم ان الشباب اللي لبسوا التيشيرتات دي قبل ما يدخلوا المدرج قالوا للاساتذه بتوع التجربه ان مش اقل من 50% من الطلاب اللي في المدرج هياخدوا بالهم من التيشيرتات اللي احنا لابسينها. في حين ان الحقيقه بقى لما جم بعد التجربه وسالوا الناس اللي كانت قاعده، لقوا ان 20% بس من الناس اللي كانت قاعده هم اللي خدوا بالهم او لاحظوا موضوع التيشيرت. في تجربه ثانيه اتعملت برده كان فيها تيشيرتات برده، جابوا مجموعه من الناس وقالوا لهم اختاروا تيشيرت من الثلاث تيشيرتات دول. واحد كان عليه صوره بوب مارلي، وواحد كان عليه صوره مارتن لوثر كينج، وواحد كان عليه صوره سينفيلد. وبرده لما جم سالوهم تتوقعوا قد ايه من الناس هياخدوا بالهم من التيشيرتات اللي انتوا لابسينها، قالوا مش اقل من 50% هياخدوا بالهم. في حين ان هم لما جم سالوا بعد كده الناس لقوا ان 10% بس اللي خدوا بالهم من التيشيرتات. في الحقيقه ده بيحصل ليك بسبب تحيز معرفي مشهور في علم النفس اسمه ايجوسنتريك بايز او التحيز الاناني، وده اللي هو تبقى حاسس انك محور الكون، مفيش منك اتنين، وفاكر ان كل الناس مركزه معاك، في حين ان هو محدش مهتم اصلا. انت وانت راكب الميكروباص امبارح فاكر السواق كان لابس ايه؟ فاكر مديرك كان لابس ايه امبارح؟ فاكر انت شخصيا كنت لابس ايه؟ غالبا اجاباتك كلها او معظمها هتكون لا. المهم انه مدى اهميه ادراكك للموضوع ده فيه ميزه مهمه جدا، وهو انه هيمسح من عندك الخوف اللي موجود انك تقوم تبتدي تعمل اي حاجه انت خايف تعملها وعمال تاجل انك تبدا فيها علشان بس خايف من كلام ونظرات الناس عليك لما تعملها. دايما فكر نفسك بحاجه مهمه، مش ان محدش مهتم، لا دي قلناها خلاص، ولكن فكر نفسك ان القلق من التركيز او ان حد يبقى مركز معاك ده جزء من الطبيعه البشريه اللي موجوده عند كل الناس، فده مخلي كل واحد مركز مع نفسه. ولما تفكر نفسك بده هتلاقي كل شويه ان القلق والرهاب الاجتماعي اللي عندك بيقل، وعندك الشجاعه الكافيه انك تتصرف وتتعامل بطبيعتك، وانك كمان تبتدي تعمل الحاجه اللي انت عمال تاجل فيها عشان بس خايف من تركيز الناس معاك. انا اول ما فكرت ان انا اعمل فيديوز على اليوتيوب قعدت فعلا فتره كبيره قلقان من الناس هتقول ايه. طب الفيديوز دي هتعجب الناس فعلا؟ على الاقل الناس اللي انا اعرفهم. طب افرض ان الفيديوهات دي ما عجبتش حد والموضوع فشل معايا، هيبقى شكلي ايه قدام الناس اللي اعرفهم؟ كل دي افكار كانت بتجيلي قبل ما ابدا. بس عايز اقول لك اني بعد ما بدات وبغض النظر عن النتائج او المحتوى اللي بقدمه لقيت الكلام اللي بقول لك عليه من اول الفيديو، وهو انه محدش مهتم بالقدر الكافي اللي يخليه قاعد مستني يشوف كل حاجه انا بنزلها حلوه ولا وحشه ويقيمها، او يشوف انا زدت قد ايه فولورز ولا قليت ولا وصلت لفين، او حتى اصلا انا بتكلم في ايه. كل حد عنده حياته اللي هو بالنسبه له جواها هو محور الكون بتاعه، بس هي مش محور الكون بالنسبه لحد تاني غيره. فلو انت حسيت قبل كده انك محور الكون في وقت ما، او عندك واحد صاحبك فاكر ان هو على طول محور الكون، اعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.